هلا صار وقت ننتقل سوا لنشوف مقابلة أجريتها مع المصمم اللبناني العالمي روبير أبي نادر ليخبرنا عن آخر مشاريعه. تخرج من الشامبر سانديكال دو لا كوتور باريزيان، أول مصمم عربي عرض تصاميمه بباريس. لبس أهم السيدات من تصاميمه ومراء ملكات جمال، سيدات مجتمع وغيرهم. حصل على لقب مان اوف ذا يير 2001-2002 فاشن ديزاينر بيروت. حاز على تروفي دو كرياسيون من الكوميتي لاينز انترناشونال، وب 15 ديسمبر حصل على اللوغيا دو لا ميداي دو ليليغانس خلال انتخاب ملكة جمال فرنسا 2004. روبير أبي نادر، أهلا وسهلا فيك ببرنامج شيك ناو. أهلا وسهلا فيكم. قطع الفاشن ويك بباريس وبإيطاليا وما شفنا عرض لروبير أبي نادر، شو السبب؟ هو السبب كان شوي مميز لانه انا كنت موجود بالاسبوع الهوت كوتور كان بجولاي، بس كان ديفيلي كثير خاص لانه كان كله فساتين هوت كوتور كلها مرصعه بالالماس، كان تايرات كان فيها زرار كلها مشغوله بالاحجار الكريمه والالماس، كان كولكشن فيها كثير بادي جاردز لانه كانت مكلفه كثير من فساتين عرس، فستان عرس واحد كان، وكان في شيء 35 فستان سهره، كان كل واحد فيه كان التم تبعه كله عن المجوهرات بالتياب. طبعا كان حضور الناس وحضور الصحافه كثير بتخوف لانه كان في كثير اشياء مضبوط، كانت محصوره بزباين كثير خاصه للاميرات والزباين البرايفت حصريه كانت، ورح نبلش نحطها شوي بالمجلات بعد شوي، يعني مشان هيك ما كثير انحطت هالكولكشن لانه التم تبعها كان المجوهرات مع الثياب المزيج بين بعض. اوكي، اهم شيء ينزل بالمجلات كرمال نقدر نشوفها. ان شاء الله اكيد. اكيد. روبير، نعرف انه صممت لمس فرانس 2003 2004 وكانوا الفساتين كلهم من تصاميمك وحتى الاكسسوار وصولا لتاج الملكه، هل في مشاريع لملكه جمال فرنسا 2009؟ هلا عندي كمان باساج لهم باول شهر 10 11 او 12 بعد ما تحدد الوقت، يمكن ديسمبر رح لبس كمان 12 فستان هوت كوتور لانه رجعوا طلبوا مني بعد فتره من بعد ما اخذت الجائزه معهم، ورح يكون عندي شغل جديد لانه مبدئيا هالمره كمان مشترك معهم، نزل فساتين هوت كوتور لربيع وصيف 2009. بالاضافه لمشروع ملكه جمال فرنسا 2009، شو مشاريعك لهالسنه الجديده؟ عندنا مشاريع كثيره، هلا عندي مشروع كثير كبير ان شاء الله بده يعمل بومه كبيره باخر شهر شباط، يمكن منزل ستايل جديد وهو مزيج بين كمان الريدي تو وير، يعني مبلشين بالريدي تو وير والاكسسوارز بالريدي تو وير، ورح يكون عرض ازياء كثير ضخم، ورح يكون كمان في برايفت كولكشن لليمتد اديشن قطع رح تكون مرقمه بطريقه انه كثير مهمه، ورح يكون كمان مع مجوهرات الفساتين لانه لقيت نجاح اكثر ما تصورنا، وفي مشاريع كثير بهوليوود ان شاء الله بنحكي عنها بوقتها، وهلا عم نحضر يعني مشاريع كلها وحده ورا الثانيه، يعني ان شاء الله قريبا بتبين كلها على مثل ما لقيتها.